جالي سؤال من جروب المتميزين بيقول استخدم ساوند افكت ايه مع المشهد ده، وكمان هل الفيديو كويس ولا محتاج تعديلات؟ في مشهد الكتابه ممكن تستخدم تايبنج ساوند او بوب اب ساوند، وكمان تقدر تستخدم مع العينين دي بلينك ساوند وتخليها ترمش مثلا. وكمان في المشهد ده محتاج تغير شويه في الالوان لان اللون الاخضر الزاهي مش مناسب قوي مع اللون الازرق. وبالنسبه للعدسه المكبره ممكن تخفف شويه من الساتوريشن بتاع اللون السماوي ده بحيث ان هو يبان لون لمعه مش لون ازرق. وبالنسبه لشاشه الموبايل كمان محتاج تخفف برضو اللون بتاع الانعكاس ويبقى لون افتح من لون الشاشه مش اغمق منها. وفي الحركه بتاعه الموبايل وهو بيخرج من ايد الشخصيه حاول تخلي الاول الموبايل يخرج من الايد بعد كده يكبر ويتحول للتابلت، لانه في الحاله اللي موجوده هنا بيبان ان الايد مقطوعه مش بيخرج منها التليفون. لكن لو التليفون خرج من الايد والايد اتسحبت لتحت وبعد كده التليفون كبر وتحول لتابلت هتبقى الحركه افضل بكتير. ولكن في العموم شغل ممتاز احييك عليه. واللي عجبني في السؤال ده انه مش بيسال بس عن الشكل بل عن الصوت والتفاصيل الصغيره اللي بتفرق من فيديو احترافي لفيديو عادي. انا ابو زين الهلالي وده كان السؤال الرابع من سلسله اسئله جروب المتميزين. استناني في فيديو جديد وسؤال جديد.